يلا بينا نعمل ترند النهاردة. كريب البيتزا اللي مكسر الدنيا على السوشيال ميديا. كل الناس عملته وبيقولوا تحفة، طعمه جميل. يلا بينا نبدأ مع بعض خطوة بخطوة ونشوف طريقة عمايله ازاي. أول حاجة هنجيب 3 بيضات، نحطهم في بولة ونحط عليهم نص كوباية زيت، وهنحط رشة ملح، وهنحط كوبايتين دقيق بنفس المعيار. كوبايتين دقيق. بعد كده هنبدأ نجيب كوبايتين لبن يكون دافي، مش ساقع ولا سخن، ونحطهم عليه. وبالهاند بلندر او لو مفيش ممكن في الخلاط نضربه كويس جدا. اهم حاجة عشان ما يبقاش فيه تكتلات فيه لازم نضربه كويس جدا بالمضرب. نضربه كده لمدة 5 دقايق 7 دقايق، نضربه كويس جدا لحد ما يبقى قوامه معانا، ولا هو خفيف ولا هو تقيل. نجرب كده ونقلبه كويس جدا. بعد كده نبدأ بقى ايه للحشو بتاعنا. اي نوع حشو تحبوه. انا هنا هحط سلامي وفلفل الوان وجبنة تشيدر. ممكن تحطوا بسطرمة، ممكن تحطوا تونة، ممكن تحطوا اي نوع جبن تانية براحتكم. هنا قطعنا الفلفل الالوان اللي عندنا وقطعنا السلامي والجبنه الشيدر. هنا هنجيب الصينيه بتاعتنا وهنجيب ورق زبده. اهم حاجه ورق الزبده يكون نوع كويس جدا عشان الموجود دلوقتي بيلزق فيه الاكل مش كويس، فتاكدوا من نوع ورق الزبده كويس جدا عشان ما يلزقش فيه. بعد كده هنبدا نجيب الجبنه الشيدر بتاعتنا، نرش رشه الاول كده على العجينه. بعد كده نحط السلامي، نسويه برضو فوق العجينه كده كله. بعد كده نجيب الفلفل الالوان نحطه برضو الاحمر ونحط الاخضر، ولو في فلفل اصفر برضو ممكن تحطوا اي انواع خضار بتحبوها حطوها. بعد كده الزيتون، نحط شويه زيتون برضو حلوين. وبعد كده نبدا نروح نحط رشه جبنه تاني، تشيدر او موتزاريلا زي ما انتوا تحبوا، انواع الجبنه اللي انتوا تحبوها. بس كده خلصنا الصينيه بتاعتنا. هحط بس شويه سلامي كده من فوق يدوا الصينيه شكل حلو. بعد كده نولع الفرن بتاعنا على درجه حراره 180. هو بياخد بالظبط من ربع ساعه لتلت ساعه. بنولع البوتاجاز من تحت بس ما نولعش الشوايه. هو هيستوي من تحت، نحط على الرف اللي في النص، وبعد كده الجبنه هتحمر من فوق، هيستوي من فوق يبقى كويس وطعمه ايه تحفه. جربوه ليه، ايه رايكم؟ يا رب لو عجبكم تشتركوا في القناه، كومنت حلو ولايك.